خلاف كبير بين أب نارين بيوتي وزوجها رامي سمعو. الإشاعات مولعة والناس صارت تحكي أنه أبو نارين مو راضي عن زواج بنته، خصوصي بعد ما انتشر كلام عن أنفولو متبادل بينه وبين رامي، وحتى حذفوا لكل صور زواج نارين من حساباته. الجمهور اعتبر هالخطوة دليل قاطع على وجود الخلاف، لكن أبو نارين كان له رأي تاني تماماً، وطلع بستوري قال فيه: المضحك المبكي بنفس الوقت. شريحة كبيرة من الناس بتطلع إشاعة وبتصدقها. عقولة المثل جحا كذب وجحا صدق، وهذه الشريحة بحاجة إلى تعاطف. انشغلوا بأنفسكم وطوروا من ذاتكم. رد مباشر ولا نفي رسمي لكل هالأخبار؟ الجمهور منقسم، في ناس اعتبرت كلامه صفعة لكل اللي بيحكوا عن الخلاف، وفي ناس لسه مصرين أنه الدليل موجود. فأنتوا شو رأيكم؟ الإشاعات انتهت ولا النار تحت الرماد؟ أنا محامي ودرست قانون الأحوال الشخصية، ما بقبل، ما في شك. أكيد الزواج المسلمي بغير مسلم باطل، ما تخافي. دائما بتمنى الواحد ما ياخد اللبس معيار لأخلاق الواحد ولا مدى تدينه، لا أكيد لا. كلمتين مختصرات. قال: من تدخل في شيء لا يعني يلقى شيئا لا يرضي. فيا ريت يعني إنه فلسفتك هي اللي مثلك تافهة، أو هالوقت اللي أخذ منك كتابة هلا هيك، لو أنت مشتغل في شغلة بالبيت مو كان أحسن؟ عن جد. هاي واحد. واثنين، أنا الإنسان المؤدب بحترمه، الإنسان المؤدب بحترمه، بقدره، بعطي قدره قيمة. بس الإنسان اللي بيوصل لي رسالة، هو بيوصل لي رسالة وبيقول لك أنا عديم الأدب، عديم الأدب مو قليل الأدب، لأنه الإنسان القليل الأدب عنده أدب بس قليل، بس عديم الأدب هذا ما عنده أدب مطلق.